الشوكة الرنانة دي بتطلع تردد طبعا. وحضرتك يعني فيزيائي، فهل ممكن تشرح للناس التردد اللي بتطلعه الشوكة ده ازاي ممكن يأثر على أعضاء الجسم؟ هما كل عضو من أعضاء الجسم له تردد رنيني محدد زي أي حاجة في الدنيا حوالينا. لها حاجة اسمها الريزونانس فريكونسي بتاعت التردد الرنيني بتاعها، اللي هو لما أو لو خليتها تتذبذب فيه ممكن أخد منها أقصى استفادة، أو ممكن لو زودت عليها التردد ده مقداره يعني ممكن يحصل لها نوع من انواع الدمج. فلو الموضوع له تطبيق يعني هو في الحالتين ممكن نبص له كفايده للانسان. من اكتر الناس يمكن اللي اشتغلت في فكره الترددات دهيت في المجال المفيد في صحه الانسان واحد اسمه ريموند رايف، وده عرف عند كل بكتيريا او مايكرو اورجانيزم ايه التردد الرنيني اللي بيفجرها، المضاد ليها، اللي بيفجرها. يعني ايه بيفجرها؟ يعني قبلها هي عايشه، قبل التردد ده هي عايشه، وبعد التردد ده هي عايشه. عند التردد ده بالظبط بيعمل فيها شاترينج، بتنفجر، مش بتموت موت عاديه، لا، زي بالظبط بتاعه الاوبرا السوبرانو لما عند ذبذبه صوتيه معينه بتطلعها الازاز بينكسر.